شوف أشطاري. مشاهدينا ومتابعينا دائما مع الهونغار. هذا الهونغار هذا كيف ما كتشوفوا الطول ديالو والعرض ديالو، هذا هو المخصص للطماطم، ومن هنا كتوزع الطماطم كما قلنا في المغرب كامل. حنا جينا في تقريبا في 7 الصباح ولا 6 الصباح، مع انه العمل كيبدا هنا من الثالثة صباحا. بمعنى شنو؟ معنى انه توزعات منتوجات ومشات لمدن اخرى في المغرب مع الساعه الثالثة صباحا. في هذا الوقت هذا تقريبا كيكون منتوج محلي، كيكون يتم التوزيع بشكل محلي في اكادير الكبير، هواره، انزكان، اكادير، تارودان، تيزنيت، او حتى الصحراء المغربيه العزيزه علينا، حتى هما كيجيهم طماطم في هذا الوقت. ولكن بحال المدن الكبرى بحال الدار البيضاء، طنجة، الرباط، مراكش وغيرها من المدن كيتم التوزيع في الصباح على الساعه الثالثة او الرابعة صباحا. مشاهدينا حنا كنحاول نقول لكم الخبر والصوره من عين المكان، من قلب الحدث. هذا اكبر سوق في المغرب واول مورد لماده الطماطم وبعض المواد الاخرى الفلاحيه ايضا. اكادير هو اول مورد لها. خليكم معنا باش نعرفوا الاثمنه كيفاش كتكون، كيفاش كتوصلكم مشاهدينا. مول الكروسه ولا مول الخضار الخضار اللي حداك، راه من هنا كتجي مطيشه مشاهدينا. خليكم معنا. معكم عبد الحميد من سوق الجمله بإنزكان. سوق الجمله الخضار والفواكه. حنا عندنا المنتوج كنبيعوا اللوبيا، قرعه هذه بتي مارون، هذه القرعه كيقولوا لها قرعه طارجه، هادو خاصه لومبالاج، والساوي كورجيت. المهم في هذه الاونه دابا الساعه موجوده الحمد لله، ما كاينش الغلا، وغالبا الساعه كتكون مرتبطه باللومبالاج. الا كان الطلب خلاص كتكون شي شويه زياده. حاليا اللومبالاج قليل، ما كاينش اللومبالاج ديال الساعه، ما كاينش. الساعه موجوده رخيصه الساعه الحمد لله. اللومبالاج هو التصدير. التصدير بالنسبه للتصدير راه ما كاينش حاليا. يعني التصدير هو سبب ارتفاع الاسعار. ضروري ملي كيكون الطلب برا كتكون الساعه مطلوبه برا، كيكون الثمن طالع. بالنسبه للمطيشه في جهه تشوس هنا كتكون في هذا الوقت هذه كيكون فيها كتكون جديده، يعني كتكون 150 كاينه ب 150 درهم، والقديمه يعني ب 100 درهم، 100 درهم لتحت. شنو سبب ارتفاع ديال الاسعار ديالها ولا التقلب اللي كاين في الاسعار؟ شنو السبب ديالها؟ السبب بالنسبه للفلاح دابا راه كيقول بان الثمن كيقول راه ما مرتفعش، حيت عنده بزاف ديال الاكراهات. كاين من البذور، من الدواء، من الخدامه، من بزاف ديال يعني ما كتوصل الساعه هنا كتوصل واحد الثمن تقريبا داكشي باش كتباع يلاه واحد شويه، ماشي بزاف. الا سولناك واش التصدير فعلا سبب حقيقي لارتفاع الاسعار ولا لا؟ واش هو سبب من الاسباب، من بين الاسباب؟ ضروري يكون هو السبب الرئيسي. السبب الرئيسي هو التصدير، يكون الثمن مرتفع. وانتم واش مع التصدير ولا ضده ولا؟ احنا مع التصدير، حنا مع التصدير، لان الفلاح الا ما صدرش ولا ما باعش الثمن، الا ما باعش الساعه بالثمن ما غاديش يستمر، غادي يوقف، غادي يخدم كاع واحد العام وما كانش تصدير، غادي يوقف، ما غاديش يخدم مازال. السؤال واش كيدخل المنتوج من الفلاح السوق الوطني، واش ما كيوفرش ليه اموال علاش التصدير بالضبط؟ دابا ملي ما كيكونش التصدير راه كيكون موجود، ملي كيكون موجود يعني كيكون الركود، كتكون الساعه رخيصه، والرخيصه راه ما غاديش يشد فيها الفلاح راس المال ديالو، غادي يخطا فيها، يعني خصو يبيع شي شويه بالثمن للتصدير، والساعه اللي شي شويه ناقصه في الجوده راه كتجي للاسواق وكتباع للناس بثمن مناسب. المواطن ما غيتضررش في العمليه؟ لا، ما غاديش يتضرر. الساعه هنا عندنا كاينه ساعه مزيانه مليحه. عندنا دابا حنا في المغرب راه كاينه الجوده ديال المنتوج. كاينه، يعني المنتوج الاول راه كيتصدر، الثاني راه كيجي للسوق وراه مقبول. لذلك كما قلت المنتوج الاول دائما يتم التصدير ديالو. يتم التصدير ديالو، يعني كيفرضوا عليهم شي واحد الكاليبر، يعني يكون زوين ويكون مهم، حتى هما كيبيعوه بالثمن اللي
مناسب. اذا هادشي اللي كياكلوا المغاربه في الاسواق الاسبوعيه وهذا دوزيام كاليتي ماشي. لا ملي ما كيكونش تصدر راه كتكون بريمير كاليتي نيت، ولكن الا كانت تصدر راه دوزيام كاليتي. دوزيام كاليتي اللي كتكون وراه كاليتي نيت مزيانه، كاليتي مزيانه ماشي مزيانه. هادشي اللي كاين. على الخدمه ديالكم العمل ديالكم الكراهات اللي كتعانيوها. كنطالبوا من وزاره الفلاحه يردوا البال للفلاحه، لان الفلاحه الصغار راه متضررين بزاف، متضررين بزاف غالبا. كاين اللي متضرر في الماء، كاين الادويه، كاين البذور، راه هما السبب ديال ارتفاع الاسعار وديال وفره الانتاج، وفره المنتوج. يعني الا ما تهلاش الفلاح راه غادي يوقف. هادشي اللي كاين.